مرحبا بكم في نيوز جراف. في هذا الفيديو سنتحدث عن القوة العسكرية في العالم العربي، وسنجيب على سؤال مهم: ما هي أقوى 5 جيوش عربية في عام 2025؟ في التصنيفات العالمية للجيوش لا يقاس التفوق العسكري بعدد الجنود أو الدبابات فقط، بل هناك عوامل عديدة مثل القوة الجوية، أنظمة الدفاع، التكنولوجيا العسكرية، الميزانية والخبرة القتالية. في هذا التقرير سنستعرض تصنيف أقوى 5 جيوش عربية وفقا لتقرير جلوبال فاير باور لعام 2025، وسنحلل أسباب تفوق كل جيش ومجالات قوته وأبرز المعدات التي يمتلكها. تابعونا. في تصنيف جلوبال فاير باور لعام 2025 حل الجيش الإماراتي في المرتبة الخامسة عربيا وال54 عالميا من بين 145 دولة شملها التقييم. يعتبر هذا التصنيف تقدما ملحوظا للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس التزام الدولة بتطوير قدراتها العسكرية وتحديث تجهيزاتها. تضم القوات البرية الإماراتية تشكيلة واسعة من المركبات والمعدات العسكرية. بحسب إحصائيات سابقة تمتلك الإمارات 354 دبابة و955 عربة مدرعة و183 مدفعا ذاتي الحركة و67 مدفعا ميدانية و149 راجمة صواريخ، بالإضافة إلى أن عدد القوات الجوية للجيش الإماراتي من بين الأكثر تطورا في المنطقة، حيث تضم أسطولا متنوعا من الطائرات الحربية والمروحيات. تشمل هذه القوات مقاتلات متقدمة مثل F-16 وميراج 2000، بالإضافة إلى طائرات النقل والمراقبة. تساهم هذه القوات في تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للبلاد. تلعب القوات البحرية الإماراتية دورا حيويا في حماية السواحل وتأمين المياه الإقليمية للدولة. تتكون هذه القوات من حوالي 2500 فرد، وتشمل تجهيزاتها 12 زورق دورية ساحلية مجهزة تجهيزا جيدا و8 زوارق صواريخ. على الرغم من حجمها المتواضع، تتميز القوات البحرية الإماراتية بتطورها التكنولوجي وتدريبها العالي. بالإضافة إلى ذلك تعمل الإمارات على بناء 6 وحدات من الطرادات لتعزيز قدراتها في المياه العميقة. وفي المرتبة الرابعة في تصنيف جلوبال فاير باور 2025 وحل الجيش العراقي في المرتبة الرابعة بين الجيوش العربية والمرتبة 43 على المستوى العالمي. فتتكون القوات البرية العراقية من تشكيلات متنوعة تشمل فرق المشاة، الوحدات المدرعة ووحدات المدفعية. في الذكرى 3 بعد 100 لتأسيس الجيش بلغ التعداد الكلي للقوات المسلحة العراقية 330 ألف جندي، منهم 200 ألف جندي في القوات البرية. تمتلك هذه القوات تجهيزات حديثة تشمل دبابات ومركبات مدرعة إلى جانب مدافع وراجمات صواريخ، فيما يتجاوز عدد المركبات المدرعة 2000 مركبة. أما المدفعية فتشمل أكثر من 170 قطعة مدفعية مقطورة وحوالي 190 مدفعية ذاتية الحركة. وفيما يخص القوات الجوية فتضم القوات الجوية العراقية أسطولا متنوعا من الطائرات الحربية والمروحيات. حسب تقرير جلوبال فاير باور يبلغ عدد الطائرات في الخدمة حوالي 350 طائرة، تشمل طائرات مقاتلة نقل وتدريب. في إطار تطوير قدراتها الجوية وقعت وزارة الدفاع العراقية عقدا مع شركة إيرباص الفرنسية لشراء طائرات كاراكال القتالية. كما تلعب القوات البحرية العراقية دورا حيويا في حماية السواحل وتأمين المياه الإقليمية. تتكون هذه القوات من سفن حربية وزوارق سريعة مع تجهيزات حديثة لضمان جاهزيتها للتصدي لأي تهديدات بحرية. وفي المرتبة الثالثة حيث الجيش الجزائري يحتل المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش العربية وفقا لتقرير جلوبال فاير باور
لعام 2025، ويحتل الجيش الجزائري المرتبة 40 على الصعيد العالمي. القوات البرية يتكون الجيش البري الجزائري من تشكيلات متنوعة، ويحتوي على 800 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة. القوات الجوية تحتوي على 400 طائرة حربية ومروحية قتالية ومروحلة. ومع تطوير القدرات الجوية تستمر وزارة الدفاع في تحسين تجهيزاتها. القوات البحرية تتألف من 13 سفينة حربية وزوارق دوريات. وحسب تقرير Global Firepower لعام 2025 يحتل الجيش السعودي المرتبة 24 عالميا من بين 145 دولة، والثانية عربيا، ويبلغ عدد أفراد القوات المسلحة السعودية حوالي 480 ألف جندي، مما يضم القوات البرية، الجوية، البحرية، وقوات الدفاع الجوي. كما تتميز القوات البرية السعودية بتجهيزات حديثة، حيث تمتلك حوالي 1500 دبابة وأكثر من 7000 مركبة مدرعة، ويتجاوز عدد وحدات المدفعية الذاتية الحركة والمجرورة 1000 وحدة. كما يمتلك سلاح الجو السعودي أكثر من 1400 طائرة عسكرية، ويتضمن ذلك حوالي 360 طائرة قتال، بالإضافة إلى أكثر من 400 طائرة نقل وتدريب، وما يقرب من 150 طائرة للمهام الخاصة. كما تتكون القوات البحرية السعودية من أسطول بحري متطور يضم 6 فرقاطات وأكثر من 60 سفينة حربية وحوالي 30 زورقا سريعة، مما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والمضائق الدولية. وهنا نأتي إلى أول الجيوش مرتبة، حيث يعد الجيش المصري من أقدم وأعرق الجيوش في العالم، حيث يمتد تاريخه إلى آلاف السنين. في العصر الحديث حافظ الجيش المصري على مكانته كقوة إقليمية بارزة، ولعب دورا محوريا في تاريخ المنطقة. وفقا لتصنيف Global Firepower لعام 2025 احتل الجيش المصري المرتبة 19 عالمية والأول عربيا وإفريقيا، مما يجعله الأقوى. أولا، القدرات البشرية للجيش المصري، حيث يعتبر العنصر البشري من أهم مكونات القوة العسكرية. يبلغ تعداد سكان مصر حوالي 107 مليون نسمة، مما يوفر قاعدة تجنيدية كبيرة. يقدر عدد الأفراد العاملين في القوات المسلحة المصرية بحوالي 500 ألف جندي، بالإضافة إلى احتياطي يصل إلى 800 ألف فرد. هذا العدد الكبير من الأفراد يتيح للجيش المصري القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق والحفاظ على جاهزية قتالية عالية. ومن حيث القوات البرية، تمتلك القوات البرية المصرية ترسانة متنوعة من المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الدبابات. يقدر عدد الدبابات في الجيش المصري بحوالي 3000 دبابة من طرازات مختلفة، مثل أبرامز M1A1 الأمريكية وT90 الروسية. كما يبلغ عدد المركبات المدرعة حوالي 11,000 مركبة تستخدم في نقل الجنود والعمليات القتالية. وفيما يخص المدفعية، يمتلك الجيش المصري مجموعة واسعة من المدفعية المقطورة والذاتية الحركة، بما في ذلك مدافع 109 الأمريكية وهاوتزر D3 الروسية. وفيما يخص القوات الجوية المصرية، فهي تعتبر من الأقوى في المنطقة، حيث تضم أكثر من 1200 طائرة عسكرية، بما في ذلك المقاتلات. تشمل أسطول المقاتلات طائرات من طراز F-16 الأمريكية ورافالي الفرنسية وميج 29 الروسية. طائرات النقل، يمتلك الجيش المصري طائرات نقل عسكرية مثل C-330 هيركوليز الأمريكية وإليوشن إيل 67 الروسية. المروحيات، تشمل المروحيات الهجومية طرازات مثل أباتشي 8H-64 الأمريكية وكاموفكا 52 الروسية. وفيما يخص القوات البحرية المصرية، فهي تعد من أكبر وأقوى الأساطيل في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمتلك مصر أسطولا من الغواصات، بما في ذلك 4 غواصات من طراز 209,400 الألمانية. الفرقاطات
الفرقاطات تشمل الفرقاطات طرازات مثل فريم الفرنسية وميكو 2200 الألمانية. حاملات المروحيات تمتلك مصر حاملتي مروحيات من طراز ميسترال الفرنسية تستخدم في العمليات البرمائية ونقل القوات. وفي الختام نكون قد استعرضنا معا أفضل الجيوش العربية من حيث قوتها وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية. هذه الجيوش تسعى دائما للتطور والتحديث لمواكبة التطورات العسكرية العالمية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وترك تعليقكم حول الموضوع. شكرا لمتابعتكم.